تعليق مفاجئ وتاريخي من حسن شحاتة بعد فوز الأهلي على الترجي. جنون وانهيار خالد الغندور بعد فوز الأهلي. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم أخبار النادي فور نزوله. بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علق حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أما نظيره الترجي التونسي. وأوضح حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ريمونتادا: مارسيل كولر غير الثوابت خارج الأرض، أصبح يهاجم بشكل كبير. هذا يؤكد أن كولر يعرف اسم الأهلي جيدا ويلعب بشخصية الأهلي. واختتم: وهذا ظهر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مثلما فعل مع حسين الشحات وبيرسي تاو. جنون وانهيار خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الترجي. وجه الإعلامي خالد الغندور قائد نادي الزمالك السابق اليوم السبت رسالة إلى النادي الأهلي بعد نجاح الأخير في الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية. وقال الغندور في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا قلت مبروك للأهلي، بلاش تقارن بالترجي عشان انت لعبت بدون جمهور وبدون الهوني والشعلالي وشريفية وبن عياد وبدون حارس، وانت صعدت بفضل أطهر الطاهرة وبفضل 50,000 متفرج سمح لك بدخولهم لو ناس، يعني انت محظوظ.